خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السباعي. هذه الحلقه مهداة لقناه رابطه المؤثرين المغاربه اللي غتبقاو تشوفوني فيها كل يوم اثنين ان شاء الله ما استطعنا الى ذلك سبيلا. لهذا ادعوكم، هي قناه جديده، ادعوكم بزاف الى الاشتراك وكذلك البارطاج ودعم هذه القناه التي تلم شمل المؤثرين المغاربه. نتمناها ان تكون فال خير على الوطن، ونساهم كذلك في التعريف بالقضايا الوطنيه ديالنا والرد على اعداء هذا البلد. العناوين ديال هذه الحلقه ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد التصرف خطير جدا من طرف واحد المنظمه فلسطينيه. الامر يتعلق بمنظمه حق فلسطينيه التي تجمع وتلم شمل مجموعه من المحامون الذين ينتمون الى هذا البلد العزيز على قلوبنا، واللي غادي يبقى دائما عزيز على القلوب ديالنا. غادي نتكلموا كذلك اليوم على واحد المسجد. هذا الجامع ناضوا سيدي، هما راه دائما هذا الامر ديال تقليد المغرب ويديروا مدار المغرب راه من قديم الزمن. هذا المسجد اللي داروه نكاية في المغرب وضدا في المغرب، وكذلك باش يحيدوا ديك الدرابو للمغرب انه احسن مسجد في افريقيا واكبر مسجد في افريقيا هو مسجد الحسن الثاني. خاصهم تا هما يديروا واحد المسجد باش يبانوا، ولكن هذه الامور مزيانه، هذه الامور مزيانه والله يسخر مادام الافتخار وكذلك التنافس في عماره بيوت الله فلا حرج ولا مشكل. المشكل فين كاين؟ المشكل هو ان هذه البنايه داروها وعندنا بعض الكواليس ديال علاش دارت هذه البنايه اليوم فارغه على عروشها، ما كاين فيها لا صلاه الفجر لا صلاه التراويح لا صلاه الجمعه ولا صلوات العشاء. كل هذه الامور اليوم فجرت غضبا في الجزائر، وغادي نتكلموا على هذا الموضوع كذلك في هذه الحلقه، وغادي نعلقوا كذلك على الملاكم او الملاكمه ايمان خليف وكيفاش اليوم الجزائريون يروجوا لانها المؤامره بعد ما فازت المغربيه خديجه المرضي. قال لك راه المؤامره، راه المؤامره المغرب تآمر، مع انه لا علاقه بين خديجه المرضي وايمن او ايمان والله اعلم ما عرفتش سميتو بين هذا وذاك. تبعوا معنا هذه الحلقه من الاول حتى الاخر. مشينا مع محمد السباعي. خذنا تحيه مجدده رجاء الاخوان. انا شفت واحد البيان ديال واحد الجمعيه ديال حمايه المستهلك في المغرب، وشفت واحد التاجر شخصيا مشيت عنده كيبيع التمر، قال لي هو كيشجعني باش نشري التمر الجزائري، مع العلم انني ما سولتوش عليه، ما قلتليش راني بغيت التمر الجزائري، ولكن هو من تلقاء نفسه قال لي لا خذ التمر الجزائري راه زوين ورخيص وكذا. عنده واحد الهامش ديال الربح كبير. للاسف الشديد هاد الناس كيشوفوا غير الارباح ديالهم. بغيت نقول لكم ها واحد الكرتونه كتباع في الاسواق ديال التمر الجزائري، وشوفوا مغلف بلومبالاج ديال الزليج المغربي. سرقوا هويتك، بغاو يسرقوا النصف الارض ديالك، مع انهم راه سارقين واحد الارض ديال قداش هي الشرقيه، ومع ذلك كدعهم بشراء التمر. اسيدي نمشي معك انا ديك الروايه ديال ان سيدي التمر غير مسرطين وما فيه حتى شي مشكل. المشكل الكبير هو عندنا مع الدوله. هذه الدوله بغات تحاصرنا اقتصاديا، وكتجي انت اليوم كتساعدها من اجل انتعاشها اقتصاديا عبر شراء اقتناء التمور الجزائريه. اقتناؤك للتمر الجزائري فهو دعم للميليشيات ديال البوليساريو، لانه ما انتعش الاقتصاد ديال الجزائر الا ودعمت بالسلاح والمال والمؤونة ميليشيات انفصاليه ارهابيه تريد تقسيم وتقزيم وطنك. نجو لهاد الدوله اللي من هوك. هاد الدوله اللي من هوك سيدي داروا هاد المسجد، هاد الجامع داروه مزيان الله يسخر، مسجد جميل ولو انه يشبه حائط داك المزار ديال الشيطان في مكه المكرمه فين كيضربوها. الصومعه ديالو اعتقد بانها بعيده كل البعد عن الاثار والصومعات في الوطن العربي، سواء الصومعه العثمانيه او الصومعه المغربيه المعروفه. دار هذا المسجد ضدا في المغرب من اجل انهم شافوا المغرب عنده واحد المسجد كبير ومعروف على المستوى العالمي، خصهم تا هما يديروا واحد المسجد مزيان. هذا الشيء والله العظيم ما كاين حتى شي مشكل فيه، بالعكس هذا التنافس في اعمار بيوت الله وعمارتها وتزيينها والله ما فيها شي مشكل، مع العلم ان هذا المسجد بناه صينيون وزخرفه مغاربه.
ولكن اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس بان هذا المسجد دار على واحد المقبره سريه كانت في العشريه السوداء. يعني مقبره ديال مجموعه من الجزائريين باش ما يديروها في شي ارض اخرى ويجي شي نهار شي بروجي فيها وتحفروا تلقاو الجماجم ديالهم والمخلفات ديالهم. داروا المقبره هنا، وفوق هذه المقبره دار هذا الجامع اللي كيتقال بان القبله ديالو كتصب جهه اسبانيا وليس جهه مكه المكرمه. المهم نوريكم واحد الصوره من المسجد المغربي الاصيل بثقافته وبتراثه وبعمارته العربية المغربية الأصيلة. ها هو حاله كدير مليء بالمصلين، والحمد لله هذا من كرم الله ومن فضل الله. ولكن في الجزائر واش براسكم بأن هذا المسجد اليوم ما كتصلى فيه لا فجر لا عشاء لا تراويح ولا كذلك صلوات الجمعة؟ هو مفتوح فقط إلى السفيرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية كتجي كتضرب فيه شي تصويرات. هذا الشيء اللي فجر واحد الغضب كبير داخل الجزائر. الجزائريون كاينين بيناتهم احرار، كاينين بيناتهم ولاد الناس اللي ما بغاوش هذه الامور. مثلا هذا بن عمر غول كيقول: اللهم فك أسرى مسجد الجزائر الأعظم فلا يمكن إبقاؤه مغلق في وجه المصلين، حيث لا صلوات الأعياد ولا الجمعة ولا التراويح ولا حتى صلوات المغرب والعشاء والفجر. منارة الإسلام يجب أن تبقى مفتوحة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. راه قلنا لكم مسجد ما دارش من أجل فتحه أمام المصلين، بل ضدا في المغرب ليتباهوا بهذه العمارة التي زخرفها وزينها المغاربة. نجيو كذلك واحد الخريطة، واحد الاستفزاز كبير من طرف واحد المنظمة سميتها منظمة الحق الفلسطينية اللي كتضم مجموعة من المحامين الفلسطينيين اللي ناضوا أسيدين هاك. داروا واحد المنشور يحذرون فيه الناس من اقتناء بعض المنتوجات، وكيقول بأن هذه المنتوجات تقع في أراضي محتلة. المهم جبدوا بعض الأقاليم في العالم. ما يهمنا نحن اليوم هو الإقليم ديالنا المغربي ديال الصحراء المغربية اللي نشروا فيها أن الفوسفات ما خصناش كيقولوا للعالم ما تشريوش الفوسفات المغربي لانه يقع في اراضي محتله. هذا هو الخير ديال المغاربه تجاه فلسطين. هذا هو الخير ديال المغرب اللي اكثر دوله كتدعم بيت مال القدس، التي شيدت المطارات والجامعات والمستشفيات في غزه وكذلك في عموم التراب الفلسطيني. ما هذا الحقد؟ اشنو هذا الحقد؟ أكبر دولة خصكم تحقدوا عليها أنتم الفلسطينيين هي الجزائر التي سرقت هويتكم البصرية، العلم الفلسطيني، وتتاجر به أمام العالم اليوم. دارت فيه واحد النجاسة الوسط باش تبين للعالم بأن قضيتكم تشبه قضية الانفصال هنا في المغرب. أنتم الأولين اللي خصكم تكونوا عارفين بأن هذه الأمور فقط إيهام وفبركة. حتى الاسم ديال الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين قرصنوه وردوه الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب البوليساريو. يعني قرصنوكم انتم، زوروا نضالكم وقضيتكم، وتجيو في الاخير تنوضوا تضربوا في البلاد اللي كتدعمكم، في المغرب اللي كيدعمكم. ولكن مع ذلك نقول لكم للحاقدين للحاسدين الذين يتربصون بترابنا بانه تركنا لكم الخرائط، ولكن الواقع يقول بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. أعلام المغرب تزين مداخل وكذلك مراكز المدن المغربية الصحراوية الجزائرية. الجزائر أي مصيبة طرات فيها إلا وكيجيو للمغرب وكيقول لك المغرب هو السبب، هو سببنا في بلادنا، في البلاء ديالنا. ها شوف، ناضوا هما سبقوا الفرح بليله. ناض كذبون كيتمنى الفوز للبطله ديالهم او البطل ديالهم ايمان خليف. ناضت اسيدي النهار كتكتب مبروك التتويج. هذا الشيء قبل ما دار النهايه اللي كتقدر البارح الحد. المهم ما داش داك الشيء، حصلوا السيده سيد ولا ما عرفت السيد سيده ولا تخربيق ما عرفناش شنو كاين، وبداو كيتكلموا النهار اللي كتكتب على مبروك التتويج، وطلعات هي اللاعبه ديالهم البوديوم واعتبروها فائزه. ناضوا كاتبين داروا لنا مؤامره، تعرضت خليف للمؤامره او تعرض ايمان للمؤامره. وشكون اللي دار لكم هذه المؤامره؟ هاد ايمان خليف او ايمن خليف بروحه خرج وكيصرح قال لهم جوج دول،
جوج دول هما اللي تامروا علينا. فيه فيديو بثته مجموعه من وسائل الاعلام، وناضت سيدي قنوات جزائريه اخرى اعلاميه كتبت بالاسم هو المغرب، وناضوا من بعد سيدي قال لك بان العالم العربي كله تضامن مع ايمان خليف الا المغاربه. واش انت اخي الكريم ان كنت فعلا اخا كريما انت اسيدي كتنوض تقصات البطاله ديالك او البطل ديالك حصلوه كيفرشخ في بنات عباد الله 4 سنوات الزفري اللي قالها، وفي الاخير تجيو تقولوا لنا حنا باننا حنا راه كنتشفاو فيك. انت كتامني وما بغيتيش نتشفى فيك، كنتشفى فيك اسيدي. ولكن الحمد لله ما تتمنوه انتم كيجي للمغاربه. ديروا غير النيه، كنقولوا حنا غير النيه. نهار الحد في العشيه كنتو كتسناو هذا ايمان خليف يفرشخ هذيك البطله الاخرى ويدي الميداليه الذهبيه، ولكن سيدي ربي كبير ولله الحمد. التتويج كان مغربيا ورفعت رؤوسنا خديجه المرضي عاليا، مرضيه امها وبوها وعائلتها وبلادها وشعبها ومغربها. سيري الله يرضي عليك يا خديجه المرضي. خذنا ما تنسوش الدعم ديال هذه القناه بكثره، بارطاجيوها وصيفطوا كذلك العائلات ديالكم والاصدقاء ديالكم انهم يتابونوا فيها قناه جديده بها بكم نتوما غادي تكبر ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.